أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. السلام عليكم، أهلا بيكم كلكم في قناتي، قناة حكايات آيات. النهاردة إن شاء الله قصة جديدة تعجبكم وتستفيدوا منها، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق بقى حلو منكم. واللي عنده أي قصة حابب إن أنا أنزلها يبعتها لي على صفحة الفيسبوك، هيلاقي الصفحة إن شاء الله في صندوق الوصف. ويلا نصلي على النبي ونبدأ القصة. السلام عليكم، ازيكم؟ أنا ميادة وعندي 28 سنة، عايشة مع ماما وأختي ولاء اللي عندها 25 سنة. احنا الاتنين بنشتغل في نفس المكان، وده عشان ولاء لما عرفت اني اتقبلت في شركة الاستيراد والتصدير اللي قدمت فيها لقيتها بتقول واشمعنى انتي تشتغلي وانا لأ، أنا كمان قدميلي معاكي. وكالعادة أمي قالت لي يا حبيبتي دي أختك الصغيرة، معلش قدميلها معاكي. ماما كانت دايما بتقف في صف ولاء أختي، خصوصا ان انا لو ما عملتش اللي ولاء عايزاه هتبدأ تنكد على كل اللي في البيت وبرضه هتنفذ اللي هي عايزاه. كنت بوافق على اللي هي بتقوله وبقول معلش ما اعملش مشاكل وخلاص. فالحياة كانت ماشية كالتالي: لما اجيب لبس بجيب لها زيي، لما اجيب اكل عشان اكله لازم برضه اجيب لها زيي. وعشان ما اطولش عليكم كل حاجة حرفيا مقسماني فيها. وامي كانت دايما بتحب تريح دماغها وتقولي اعملي اللي اختك عايزاه عشان ما تتضايقش، ومعلش هي اختك الصغيرة برضو. كنت من جوايا دايما بقول الصغيرة الصغيرة، كل حاجة تحصل تقول الصغيرة، وانا بقى ليه استحمل كل ده؟ لغاية ما حصلت حاجة خلت حياتي كلها تتقلب وابقى مش طايقة اختي حرفيا. الشغل اللي انا بشتغل فيه انا واختي، مديري في الشغل اسمه سامح، كان شخص محترم جدا ومهذب ووسيم وغني، يعني مفهوش غلطة. بعد فترة اتفاجئت ان هو اعجب بيا وقرر ان هو يتقدم لي. انا كنت مبسوطة جدا جدا، ولقيته حدد ميعاد مع امي في التليفون ان هو يجي ويطلب ايدي. وفعلا حددنا الميعاد، وفي اليوم اللي كان جاي فيه سامح قلت لماما يا ماما الحاجة جهزت ولا لسه؟ الناس قربت تيجي. يا حبيبتي الكيكة في الفرن والدنيا متظبطة، انت بس البسي وجهزي نفسك. وانا بكلمها لقيت اختي داخلة عليا وبتقولي انا كمان جهزت نفسي، وكانت لابسة الطقم الجديد بتاعي اللي انا هلبسه في المقابلة. اتصدمت وقلت لها انت ايه اللي انت لابسه ده؟ ومين قالك اصلا ان انت هتدخلي تقعدي معانا؟ انت هتفضلي في الاوضه لحد ما تخلص القعده. لقيتها بتقولي انها هتدخل وهتقعد، ولو ما دخلتش وما قعدتش الجوازه مش هتكمل. اتضايقت، واللي ضايقني اكتر ان كالعاده امي قالت لي وايه المشكله ان اختك تقعد معانا؟ انا عارفه ان اختي لو دخلت هتفضل تتكلم مع سامح بكلامها اللي ما بحبوش، بس المره دي انا نفذت قراري وقلت لها انها مش هتدخل، يعني مش هتدخل. وحرفيا نكدت على البيت كله، لدرجة انها عشان تضايقني علت النار على الكيكة لغاية ما اتحرقت. بس الحمد لله انا كنت عاملة حسابي على جاتوه عشان قلت لو الكيكة يعني طلعت مش حلوة او حاجة. والحمد لله جه سامح واهله وقعدنا، كنت مبسوطة قوي، واتفقنا على كل حاجة وان احنا هنعمل الخطوبة بعد اسبوعين. لكن فجأة لقيت ولاء داخلة علينا وهي لابسة فستان احمر سواريه. انتوا متخيلين؟ كنت مكسوفة قوي من اللي اختي عاملاه، بس سامح كان محترم وما قاليش حاجة ولا أخد باله منها. بس طبعا أختي ما سكتتش وبدأت تتكلم وتاكل في القعدة وكأنها عاوزة تاخد مني الجو بأي طريقة. سامح لما حس إن أنا بدأت أتضايق فاستأذن هو وأهله وروحوا. وأول ما خرجوا قلت لها انت ازاي تدخلي وتقعدي معانا؟ انا مش قلتلك ما تدخليش؟ وبعدين كمان ايه اللبس اللي انت لابساه ده انا العروسة ما دخلتش بيه. قالت لي بكل مياصة واستفزاز انا حرة ادخل واخرج براحتي وكمان البس اللي انا عايزاه، ولا انت بقى مستعرة مني يا اختي؟ شكلك مستعرة مني وشوية شوية هتستعري كمان من امك. قلت لها اسكتي اسكتي خالص، مش عايزة اسمع صوتك، انت بجد بني ادمة مستفزة. وكنت بحاول اشاهد امي، بس طبعا كالعادة امي قالت لي ما كبرش الموضوع والناس الحمد لله اتبسطوا ومشيوا وعدي اليوم. وعديت اليوم لحد ما عدى كام يوم وجه اليوم اللي كنا متفقين فيه ان احنا هنشتري الذهب. وقبل ما اروح قلت لامي لو سمحتي يا امي انا مش هاخد ولاء معايا. فولاء طبعا سمعتنا وقالت وانا ما اجيش معاكي ليه ان شاء الله؟ هو انت بجد مستعرة مننا؟ قلت لها يا بنتي انت عبيطة، انا مش هاخدك معايا. بس النقاش بينا اشتد لدرجة ان امي دخلت في الموضوع وقالت لي انها مش هتروح معايا غير لما تيجي معانا ولاء، واذا ما جاتش
يبقى فعلا كلامها صح وإن أنا فعلا بستعر منهم. وافقت لأني مش عاوزة أخسر فرحتي ولا عاوزة أخسر أمي، بس شرطت عليها إننا لما نروح ولاء مش هتتكلم ولا هتفتح بقها بأي كلمة. أمي وافقت، ولما رحنا كانت ولاء متشيكة على الآخر، وكمان فضلت تتكلم معاهم طول الطريق. ولما وصلنا للمحل وبدأت أنقي الدهب، كل ما أنقي حاجة تقولي لا 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 وحش، الصراحة ذوقك بلدي قوي. بس اتفاجئت لما سامح مهتمش لكلامها وقال لي إن ذوقي تحفة وإن هو هيجيب لي كل اللي عجبني. كنت مبسوطة قوي برد فعله، وحسيت لأول مرة إن في حد فعلا بيحبني ومهتم بيا، وده للأسف كان بيخلي أختي تتضايق أكتر وأكتر مني، لغاية ما لقيتها جاية ناحية سامح وفي إيديها خاتم وبتقوله بمياستها المعتادة: أنا عجبني أوي الخاتم ده يا سامح، ممكن تجيبهولي؟ أنا أخت العروسة، يعني أكيد بقى مش هتزعلني. وهنا ما قدرتش أتمالك نفسي وبدأت أتخانق معاها، ولما صوتنا كان هيعلى فقال لي خلاص عدي اليوم، وبدل ما يحصل خناق هجيب لها الخاتم. ما تتصوروش كنت متضايقة ومتغاظة قد إيه إن هي حطتني في موقف زي ده، وما كنتش قادرة أعمل حاجة غير إن أوافق عشان أعدي اليوم وما أعملش فضايح قدام أهله. وحاولت أتبسط إني شفت في عين خطيبي إن هو شاريني، لكن بدأ يدخل في قلبي خوف إن أخسره بسبب عمايل أختي. وبعد ما عدى أسبوعين جه ميعاد خطوبتي، وبحكم الخطوبة كانت عالضيق وحاجة بسيطة، لبست فستان كان بسيط قوي بس كان جميل جدا، كان لونه روز هادي وجميل، وحجابي كان لونه أبيض، وكان شكلي جميل قوي الحمد لله. بس أول ما خرجت من الأوضة عشان أسلم على الناس، شفت اللي ضايقني وعكنن عليا في اليوم ده، وطبعا عرفته أكيد إن ولاء هي السبب. المفاجأة بقى إني لقيتها لابسة نفس لبسي بالظبط، حتى نفس الألوان، والزيادة عليه إن حاطة ميك اب أوفر جدا وشديد. حاولت ما بينش ضيقتي قدام الناس، بس اللي زعلني قوي إن لقيت الناس بدأت تسلم على أمي وتقول لها هي فين العروسة، فأمي تقول لهم اللي لابسة فستان روز، وللأسف كانوا بيسلموا على ولاء وفاكرينها هي العروسة. يا جماعة، إحساس صعب قوي إن اللي دايما بيضايقك وبيحاول يعكنن عليك أي فرحة يكون أقرب الناس ليك وأختك، إحساس ما يحسوش غير اللي جربوا وعاشوا. كنت بسأل نفسي هي ليه تكسر فرحتي بحركة زي دي، لكن ربنا يبارك في سامح، فعلا ما كانش شايف غيري وكان مش مهتم بولاء خالص، رغم إن هي حاولت تقرب منه أكتر من مرة وتكلمه، بس هو كان دايما بيصدها. وأول ما خلصت الخطوبة والناس مشيت، قعدت تضحك ولاء وتقول إنها كانت أحلى مني والناس فكرتها إن هي العروسة. كنت متضايقة قوي من بجاحتها، بس رديت عليها بإن مهما الناس شافتها العروسة، كفاية إن أنا أحلى واحدة في عين سامح. كنت شامة ريحة شياطها من كتر غيظها، بس ما اهتمتش وقلت خلاص أنا مش هعمل لها أهمية أكتر من كده، هي بتحاول تضايقني وخلاص. وعدى كذا يوم لغاية ما جه أول زيارة لسامح بعد خطوبتنا في بيتنا. حضرت عشاء حلو ولبست لبس جديد وبدأت أجهز حالي. كنت مبسوطة قوي لما جه، جاب لي هدايا كتير قوي وورد وشوكولاتة. ولما ولاء شافت الحاجة فضلت تقولي إن الحاجات دي رخيصة قوي ومش حلوة ومش شيك، وإن هو شخص بخيل وبيسترخص. بس أنا ما اهتمتش بكلامها، وكنت عارفة إن هي بتحاول تضايقني بأي طريقة، لأن فعلا الحاجات كانت جميلة قوي وحلوة، وكفاية إن هي عجباني. ومر الوقت وكان سامح بيجي بيتنا كل أسبوع، لغاية ما جه في مرة عرض عليا إن احنا نخرج أنا وهو ووالدته أو والدتي. ولما عرضت على ماما الموضوع قالت إن هي مش هتقدر تخرج معانا، خلي أمه هي اللي تروح معاكم. وفعلا حددنا اليوم وقلنا خلاص هروح الملاهي، لأنه كان عارف إن أنا بحب الملاهي جدا. جهزت نفسي ونزلت عشان كان مستنيني بالعربية تحت، وأنا نازلة على السلم لقيت ولاء نازلة ورايا على السلم، افتكرتها رايحة مشوار أو حاجة، فبقول لها إيه رايحة فين كده؟ لقيتها بتقولي وهي بتجري على العربية إنها تيجي معانا تتفسح. أنا معرفتش طبعا أعمل أي رد فعل غير إن أسكت قدام خطيبي وأمه، بس كنت متغاظة منها جدا وقلت خلاص كده الخروجة هتبوظ. وفعلا فضلت طول الطريق تتكلم عن نفسها وبتحب ايه وبتكره ايه، ولو قلت اي كلمة تقاطعني وتتكلم هي. ده غير ان قالت وكأنها بتضحك وبتهزر اني بغير منها وبضايقها عشان هي الصغيرة. عارفين، انا كنت بسأل طول الطريق هي ليه بتعمل كده؟ طيب بتحاول تضايقني ليه؟ يمكن طيب انا عملت حاجة تزعلها؟ المهم رحنا وبدأت أحس إن ولاء بتقرب من خطيبي سامح بكلامها وبطريقتها. اتضايقت قوي وكنت مستنية من سامح إن يصدها زي كل مرة، لكن الغريبة إن المرة دي ما عملش أي رد فعل، بالعكس ده بدأ يستجيب معاها ويستجيب لكلامها. أنا كنت طبعا متضايقة جدا
وما كنتش مبسوطة نهائي للي بيحصل وللي هي بتعمله، لدرجة إنه كان مهتم إن هو يجيب لها أكل وعصير. فقلت له أنت خارج معايا أنا ولا معاها؟ على فكرة أنا اللي خطيبتك مش هي، مش المفروض تجيب لي أنا؟ فلقيته بيقول لي خلاص اطلبي، هي بتطلب عادي وأنا بجيب لها اللي هي عايزاه. ولقيته بيقول لي أنت شكلك هتطلعي بتغيري منها زي ما هي ما بتقول ولا إيه؟ وقعد يضحك. طبعا أنا كنت متضايقة قوي من رد فعله. أنا عارفة إن سامح طيب جدا وما بيحبش يزعل حد، بس مش للدرجة دي. رجعت البيت ومر 4 أيام وسامح مكلمنيش فيهم نهائي. حاولت أكلمه أكتر من مرة لكنه ما كانش بيرد، لغاية ما سألت والدته وقالت لي إن هو عاوز يفشكل الخطوبة. طبعا دي كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. ليه يعمل كده وإحنا لسه في الأول؟ قلت لوالدته إني محتاجة أعرف السبب وليه ما بيكلمنيش، فلقيتها قالت لي خلاص أنا هحاول أخليه يكلمك. ولما بحكي لهم على اللي حصل في البيت لقيت ولاء بتقولي إن أكيد أنا السبب، وإن اتخنق مني ومن طريقتي الروتينية، وإن أنا أصلا شخصية خانقة وإني. ساعتها اتفجرت فيها وقلت لها أكيد أنت السبب، أنت اللي خليتيه يبعد عني، أنا بكرهك، أنت أكيد مش أختي، مفيش أخت تعمل اللي أنت بتعمليه ده. كنت حزينة قوي على اللي بيحصل لي وبقيت ماكلش الأيام. عدى كام يوم ولقيت سامح بيرن عليا، فرديت عليه بسرعة وساعتها كنت بعيط جامد وحاولت أفهم هو ليه بيعمل كده. فقال لي بصراحة أختك قالت لي إنك مش عاوزاني وإنك تعرفي شاب عليا، وكمان وريتني صورتكم مع بعض، لكن هي بعد ما شافتك عندك اكتئاب وتعبتي حست إنها غلطت قوي وإنها لازم تصلح اللي هي عملته. فاتفقت مع أخويا إنها ترجعنا لبعض، وقالت لي إن اللي في الصورة معاكي دوت أخوكي في الرضاعة. أنا آسف إن أنا صدقتها من غير ما أتأكد الأول. اتصدمت إن هي إزاي أختي وتقول عليا كده. قلت له إن أنا محتاجة أشوف الصورة دي، فلما قال لي أوصاف الولد وأوصاف الصورة قلت له فعلا ده ابن خالتي وأخويا في الرضاعة، وإن الصورة دي كانت في فرحه. ما كنتش عارفة ليه ولاء قالت له كده وبتحاول توقع بينا ليه، وهل فعلا رجعت في كلامها وحست بغلطتها؟ فبدأت أواجهها بالكلام. حتى سامح واجهها وكان منفعل قوي إنها وقعت بينا بسبب كلام زي ده، وهو كمان غلط إن هو صدق من غير ما يتأكد الأول. وكان ردها بقى إنها كانت عاوزة تضايقني، بس لما لقيتني دخلت في اكتئاب وما كنتش باكل ولا بخرج حست إن ما ينفعش تعمل كده في أختها، فرجعت عن تفكيرها وحاولت توصل لسامح عشان ترجعنا لبعض. فقابلت أخوه وقالت له على اللي هي عملته، فأخوه فهم سبب المشكلة وبدأ يصلح الموضوع وقال لسامح على كل حاجة. كنت طبعا متضايقة منها، بس حسيت إن هي اتغيرت لما شافت بعينيها إنها كانت هتوصلني لإيه، خصوصا إن عمري ما كرهت أختي. وبعد أسبوع جه أخو سامح هو وسمير وطلب إيد ولاء. كانت ولاء مبسوطة قوي وبدأت تغير من طريقتها وأسلوبها المايس اللي كانت بتتكلم بيه، خصوصا إن خطيبها كان شخص محترم جدا وكان بيعلمها حاجات صح كتير، وكان بيحاول يخليها تبعد عن الغلط، وهي كانت متقبلة كل كلمة بيقولها عشان عايزة فعلا تغير من نفسها. واتجوزت أنا ولاء في نفس اليوم وكان يوم جميل جدا. ولاء اتغيرت وبقت أحسن كتير عن الأول الحمد لله. بدأت أفكر هي كانت لازم تشوفني مكتئبة وحزينة الحزن ده كله عشان تصدق إنها غلطانة. أنا لحد الآن مش عارفة إيه سبب أفعالها اللي كانت بتعملها. انتوا رأيكم إيه؟